سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وفيديو نهار اليوم يلقاكم كامل بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو نهار اليوم راح يكون روعة. اللي ما تبعتوش الاخير راه يطراتي هذا ما نقولكم. فيديو متنوع، وصفات فيه خرجة، فيه تحضيرات العيد. تبعوه للاخير وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. خليوا لي اثر طيب في التعليقات، بما انه رانا في العشر الأواخر. نتمنى تخليو صلاة على رسول الله، حوقلة، استغفار، صدقة عليكم. لهنا كانت عندي خرجة، رحت وجدت ترفيس الله الله تاع الكسرة. نتوما كيف تسميوه في المناطق تاعكم؟ كل وحدة تقول لي اسمه. حنا نقولوا له رفيس الكسرة في باتنا. رحنا درنا النار، الحطب ما شاء الله. شوفوا الطبيعة، أنا نعشق الطبيعة كيما شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت. نموت على القعدة هذه الكالم. نشم فيها هوا نقي. يا لو كان بحاجة بسيطة، ماشي شرط ديروا بيكنيك الله الله وتديو معاكم حوايج بزاف. روحي شمي هوا انتي ووليداتك، بدلي الجو. وساعات الخرجة هذيك اللي ما تكونوش موجدين لها، هذيك هي اللي تجي حلوة وتجي هايلة. وهاد البلاصة جاية في كوندورسي. ناس باتنهم يعرفوها مليح. بلاصة بزاف بزاف مليحة، الطبيعة فيها تهبل تهبل ما شاء الله. واحكي ولي على القهوة هذه تاع الحطب يا البنات، بنة مش نورمال. انا نشتيها بزاف بزاف القهوة هذه على الجمر. شوفوا لي القعدة البسيطة المتواضعة. شوفوا والله فوتنا عشية تهبل تهبل. قولوا لي اذا توافقوني الراي ولا لا. ساعات هذيك الخرجه اللي توجدي فيها بزاف وتفرشي وتستيكي والديكور فيها بزاف البريستيج، هذيك ما تجي تعدلي الحاله وما تجي تستيكي حتى تصمت لك الخرجه. اما كي تروحي تصدمي ديريكت الحاجه اللي كاينه تحطي فوقها راح تكون حلوه وفيها لامبيونس. انا رفيسه البنات درتو على اساس درتو هكاك للدار، ما عولتش نخرج. ومن بعد كي خرجنا ديتو معايا وكنت نقول كيفاه وخرجه هذه ما وجدنا لهاش ومنا. بصح جات هايله ما شاء الله، ما كسرتش فيها راسي خلاص. ونزيدكم حاجه يا البنات، وين تروحوا خليو بلاصتكم نظيفه. شوفوا ذيك الطبيعه ما شاء الله. نتوما تروحوا وتخليو حوايجكم، تخليو كلشي طايش ما تصلحش. كل ما تخرجوا ديو معاكم ساشي بوبال اكرمكم الله. وبعد ما روحت جاتني في بالي بيتزا الله الله. تبعوا معايا الوصفه راح تجي بزاف بزاف بنينه. راح نحتاجو كاس حليب، نص كاس زيت، بيضه كامله، وراح نحتاجو مغرف كبيره سكر ومغرف كبيره خميره. نخلطوا المكونات مع بعضها ومن بعد نديروا الفارينه وزيدي كيس خميره الحلوى كيميائيه. نديروها ونخليوها ترتاح نص ساعه. العجينه راح تجي ما شاء الله خفيفه، طريه. هي راح تجي شوي طالعه بصح راح تجي خفيفه تهبل. هنا الفارينه ضيفوها حتى تتلم لكم العجينه وتقعد شويه طريه. هيا قولوا لي البنات شكون اللي تجيها لحظه ضعف وعجز؟ واش راح طيب على بالكم باللي انا التخمام في العشاء يغلبني اكثر من العشاء في حد ذاته، صدقوني. على بالكم هذيك تاع وش ندير هذيك هي اللي تقلق اكثر من العشاء. وتولي تسقسي في راجلها واش ندير وهو يقولها ديري برك. ومن بعد كي دير يولي يقولها على واش درتي هذه كون درتي هذه. وفما يبداو المشاكل الزوجيه يا سيدتي. هنايا البنات لاصوص تاعي تاع البيتزا واش ندير فيها؟ نقص الطماطم تاعي كيما كتشوفوا ما نرحيش، نقصو هكا وندير له ملح وفلفل الكحل ونديرو فيه مقله ونخليه يطيب. كي يطيب هذاك الطماطم نرحيه هذيك الساعه وتكون لاصوص تاعي واجده. انا ما نحبش لاصوص طوماط تاعي ندير فيها الثوم. انا ضد الثوم في الطماطم ما نحبهاش. المهم العجينه تاعي راهي ترتاح. لهنا المايونيز تاعي ناجحه 100%. واش ندير فيها بيضه، ندير فيها تقريبا كاس الا ربع زيت، ندير فيها الثوم وندير فيها ملح وشويه فلفل اسود وفرماج والخل يا البنات. هنا الفرماج ما كانش متوفر عندي هكاك وجات ما شاء الله. شوفوا كيفاش تجي ثقيله. وشوا بشرط لازم البرا تاعكم تلصقوه ما تحركوهش حتى تبدا تطلع المايونيز. شوفوا هنا كي طلعت باش بديت نطلع ونهبط في هذاك البرا، فهمتوني؟ تجي ثقيله تهبل ما شاء الله.
هنا لازم الفرن تاعكم يكون سخون مليح وديروا البيتزا تاعكم طيب. قبل ما ديروها طيب يا البنات اثقبوا العجينه بالفرشيطه مليح وديروا فوقها طماطم باش عباك هي راهي تنتنفخ بزاف باش ما تجيكمش خشينه بزاف. شوفوا لي كيفاه تجي وحلوها رقيقه ثاني بيسك راهي تطلع. هنا انا ثقبتها بالفرشيطه ودرتها جات ما شاء الله. ولهنا راح نقول لكم صباح الخير، يوم جديد وروتين جديد. لهنا بعد ما فطرنا درت قرآن في الدار. أكيد الدار اللي ما يتقراش فيها القرآن راهي كيما القبر. ديما ديروا سورة البقرة وقضيو شغالاتكم في الدار، راح تلقوا بركة كبيرة في داركم ما شاء الله. مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لهنا كانوا درت سورة هودا أو البقرة نصارى. ورحت طيبت غدايا وجت درت شخشوخة الظفر باه نتفرغ لشغالاتي وتحضيرات العيد. تبعوا معايا لا فيديو للأخير. هنا وحدة لا تقول لي شخوخة الظفر ما تندارش هكا وهكا وهكا، ليسونسيال كل واحد ياكل وش يحب فهمتوني ويدير بالطريقة اللي يحبها متفاهمين. ولهنا جبت الزربية اللي كانت عندي كيما تعرفوا الولاد وتخلط هذاك تاعهم ليسونسيال. غسلتها في الدوش يا البنات. المهم اللي ساكنة في الباطنة يتفهمني المعاناة كي تبغي تغسل زربية ولا وين تنشرها ولا المهم ما كانش قد الحوش يكون كبير ولا. المهم هنا كنت راح نديها لعجوزتي ومن بعد وليت قعدت ما صلحت ليش ليسونسيال غسلتها في الدار طبقتها على زوج وبديت حك 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 حتى خرجت تشعل شعيل. ثانية البنات ديروا بالمصلحة ومن بعد ديروا بالشيتا. غسلتها كملتها خليتها تكتر. هذه تحضيراتي الأولية للعيد. مازال حنزيد نشارك معاكم بزاف روتينات للعيد وبزاف تحضيرات. وبعد ما كملت يومي تاع الشقا والتعب لازمنا شوية راحة أكيد دوش خفيف تهلاي في روحك بدلي قشك أكيد باينة عطي شوية وقت لروحك ضركة إلى الخرجة. رحنا خرجنا ديفوا لينا شوية ما تخليوش رواحكم محبوسين في الدار حتى تحكمكم الكآبة. حاولي تبدلي شوية جو تلعبي تضحكي تتنفسي. مهم هذا هو فيديو نهار اليوم نتمنى يكون عجبكم وديتوا منه أفكار وعطتكم شوية طاقة إيجابية. اللي مش مشتركة في القناة نقولها اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك فيديوهاتي القادمة. مازال تحضيرات العيد أجواء العيد ويوم العيد ثاني. واللي موالفة تشوفني حنقول كثبتي وجودك ولو بكلمة طيبة. وصلنا نهاية الفيديو راح نقولكم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.